بيشرب شوربة عظم بالنسبة لي أحلى كتير من أي مكملات غذائية فيها كولاجين. ايه أسباب تساقط الشعر الرئيسية؟ الفيلر لما بيروح وشي بيتهدل، والبوتوكس يعمل لي شلل. ايه العادات اللي ممنوع عشان نحافظ على نضارة البشرة؟ أنا مش عارفة أحط واقي الشمس، إن كل ما أحطه أحس إن وشي مزيت، وشي مدهن، بيعرق كتير. دكتورة داليا داوود، طبيب دولي معتمد في التجميل والليزر. هل هذه الحقن والحفاظ على نضارة البشرة تسبب إدمان؟ وبعدين ترجع تقول أنا مهما حقنت الحقنة بتروح. اعملي أي حاجة في حياتك بس ما تنزليش من غير واقي شمس. هل في بعض الأكلات اللي فعلا تعزز من إنتاج الكولاجين داخل الجسم؟ ما تجيش واحدة عندها مشاكل كبيرة جدا في بشرتها وتيجي تقول أنا عايزة أحقن محفزات الكولاجين. وصفة رخيصة أقل من 5 جنيه تمام بمكونين فقط في المنزل. عايزين نعرف السر. دكتورة داليا، أهلا وسهلا فيكي. أهلا بيك. منورة البودكاست. بنورك والله يا دكتور. اليوم استضفناكي خصيصا عشان موضوع مهم جدا يلامس كثير من النساء، اللي هي الحفاظ على نضارة البشرة واسترجاعها. تمام. فعايزين تدينا حلول وتعرفينا على سر نضارة الكوريين. تمام. مش عارف هو السر من الأكل أو من كريمات أو من بعض الحقن اللي بتساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين. أنا مش عارف، إن شاء الله نكتشفها مع الدكتورة داليا. فشوفوا الفيديو للنهاية أو هذه الحلقة عشان تعرفوا إجابات هذه الأسئلة. فدكتورة داليا، خلينا نبدأ بسؤال البودكاست اللي هو فطرت إيه النهاردة؟ فطرت عيش بني وجبنة رومي شريحة وكوباية نسكافيه كالعادة. ده الفطار الرسمي بتاعي يوميا لمدة 10 سنين. بفطر نفس الفطار. متعودة ومتأقلم عليه. بالعافية. شكرا. دكتورة داليا، الحين خلينا نبدأ بالبداية، نعرف الناس أنواع البشرة. ايه هي انواع البشره المعروفه؟ بص، هو السؤال ده اصلا متعارف عليه وناس كتير جدا عارفه. ده في بشره كذا وبشره جافه وبشره دهنيه وبشره مختلطه والبشره العاديه، ولو سالنا اي حد في الشارع هيقول لك ده. بس مش كتير عارف هو بشرته هو نوعها ايه. فتلاقي بنت مثلا تتعامل مع بشرتها سنين على انها دهنيه وهي اصلا في الاخر جافه، او مختلطه وهي دهنيه، وهكذا. فاحنا هنقول البشرات احنا بنقسمها زي ما كلهم عارفين: مختلطه والدهنيه والجافه والعاديه للجافه. تمام. لان مفيش حاجه اسمها عاديه او نورمال سكين، دي حاجه مش طبيعيه يعني. طيب احنا بنتعامل ازاي مع بشرتنا؟ اول حاجه، اول ستيب، لازم الشخص اللي مش عارف نوع بشرته او مش عارف ان هو يشتغل بالمنتجات بتاعتها يتوجه لاقرب طبيب يعرفه بس نوع بشرته. وانص ان هو عارف نوع بشرته وخلاص الموضوع اتحل. عارف ازاي يرطبها، عارف ازاي يستخدم الغسول بتاعها، عارف ازاي يستخدم واقي الشمس المناسب لبشرتها. لان كتير كمان من البنات تقولك مثلا البشرات الدهنيه تقولك انا مش عارفه احط واقي الشمس، ان كل ما احطه احس ان وشي مزيت، وشي مدهن، بيعرق كتير. وده لانها مستخدمه نوع غير مناسب تماما لنوع بشرتها او مش مستريحه عليه. فلازم مين بقى اللي بيوجهها لده؟ الطبيب. تمام. بس طب كل انواع اللي ذكرتيها كلهم يحققوا الهدف اللي هو باكتساب البشره الزجاجيه؟ طبعا. على فكره يعني خلينا بس كده نقول ان مفيش حاجه اسمها بشره زجاجيه. في حاجه اسمها بشره الكولاجين بتاعها كويس، ما فيهاش عيوب، ما فيهاش حبوب، ما فيهاش كلف، ما فيهاش تصبغات، او حتى لو فيها حاجات فهي اندر كنترول. فانا قادره يعني كبنت او كراجل ان انا قادره ان انا اصلح العيوب اللي فيها. مفيش حاجه اسمها بشره زجاجيه. حتى الكوريين مفيش بشرتهم مش زجاجيه، هم بس الفكره ان هم عندهم نظام غذائي كويس، قادرين ان هم بيلعبوا رياضه كل يوم. يعني مفيش حاجه اسمها ان هم يصحوا الصبح يروحوا شغلهم، لا، ده يصحوا الصبح يلعبوا رياضه. شرب الميه عندهم من الاساسيات. الاكل الاورجانيك، يعني هم تلاقيهم مثلا يميلوا للرز مش للمكرونه، يميلوا مثلا للحاجات اللي هي من الارض. فدايما تغذيتهم اكتر بتخلي بشرتهم كده. ولكن في الاول والاخر هو برضو بشرتهم فيها عيوب، بس هم بس بيحافظوا على بشرتهم من ناحيه الروتين ومن ناحيه الاكل، الرياضه، اللايف ستايل كله ككل يعني. يعني الفرق بيننا وبينهم اللي هو نمط الحياه الصحي. نمط الحياه الصحي. احنا عندنا نمط الحياه تقليدي. يعني ايه؟ يعني بنقلد اي حاجه.
تقليدي ده مش اللي هو تراديشنال، لا احنا بنقلد اي حاجه بتحصل. نشوف مثلا الفاب طلع موضه، تبص تلاقي مفيش 2-3 كل الناس في الشارع بتشرب فاب. الانتي ديبريسنت ومضادات الاكتئاب، تلاقي كل البنات دلوقتي اول ما تنزل دمعتين رايحه بتجيب الانتي ديبريسنت او مضاد الاكتئاب اللي هي زي ما صاحبتها بتاخد. نلاقي مثلا حد بينام لحد الظهر وبعد العصر، تلاقيهم كل فتره التينيجر والشباب بيناموا لحد الظهر وبعد العصر ويفضلوا صحيين طول الليل وقاعدين على تيك توك. تيجي بقى تشوف الحياة الأوروبية معظمهم مش كده. كوريا، شرق آسيا، الناس دي لا عندهم حياة مختلفة تماما. لا ده الرياضة عندهم أساسي، إن أنا أنام بدري وأصحى بدري. اللايف ستايل، يعني قولي كده أنت بتشوف حد بيدخن مثلا في كوريا؟ يعني حتى في المسلسلات كم واحد بتشوفه بيدخن أصلا؟ مفيش. فيرجعوا يقولوا لا احنا عايزين بشرتنا كده. طب اول نظبط اللايف ستايل بتاعنا، ننام كويس، ناكل اكل كويس، وبعدين نشوف بقى نشرب ميه. اصلا الرياضه بالنسبه لنا دي حاجه متعبه جدا. يعني فكره ان حد يلعب رياضه عشان يخس، ان هو بقى خلاص اول ما خس خلاص انا مش هلعب رياضه. ليه؟ لانها متعبه جدا. صح. لا انا هلعب رياضه بقى واقعد اوجع جسمي واعمل مجهود. لا انا ده ما بيطلعوش السلم ده اللي هو يعني اقول لك ده بقينا بنستخدم السكوتر الكهرباء عشان نمشي في البيت. يا الموضوع بقى صعب. بس فهي الفكره في كده. فاحنا هي المشكله ان هي منظومه كامله، مش فكره روتين بس، ولا فكره ان انا بستخدم حاجات غاليه او سيرومز او كريمات. فكره ان انا يعني حياتي عامله ازاي اصلا. بس طب بالنسبه لحياتنا ونمط حياتنا، عايزين نعرف ايه العادات اللي ممنوع او نحاول نتجنبها قدر الامكان عشان نحافظ على نظافة البشرة. بص انا دايما اقول يعني اعملي اي حاجة في حياتك بس ما تنزليش من غير واقي شمس. اعمل اي حاجة في حياتك كراجل من غير، بس واقي الشمس ده مهم جدا. احنا عندنا اشعة الشمس يعني حارة جدا، اليو في اي واليو في بي، طبعا حضرتك عارف الكلام ده. الاشعه دي وظيفتها انها تدخل على مراكز الكولاجين والالاستين اللي موجوده في الطبقه الثانيه من الجلد، بس ما تعملش حاجه غير انها تكسرها. فهي بقى تفضل تحط سيرمز ومرطبات وما اعرفش ايه، وما تحطش واقي شمس. اصل واقي الشمس انا بحطه بغمق، ده حضرتك ده مش سبب، انت مش مختاره نوع مناسب، ولكن انت لو اخترتي نوع مناسب هتلاقي بشرتك لا بتتقبله. ومفيش حاجه اسمها ان انا بشرتي بتتاكسد ولا بشرتي بتغمق حتى وانا حاطه واقي الشمس، مفيش الكلام ده. لا اختاري بس نوع مناسب لبشرتك بس. فهو واقي الشمس ده من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. الحاجه التانية بقى فكره السهر دايما، يعني نلاقي حتى ستات البيوت بتحب تسهر. السهر زيادة عن اللزوم ده كمان بيعلي الفري راديكالز في الجسم أو الشوارد الحرة في الجسم، فبيخلي دايما البشرة مغمقة فيها شحوب. تلاقي حتى البشرة حتى لو هي بتحط سيرمز أو كده تقول لي لا أنا طول الوقت يا دكتور وشي مضل، تقول لي ضل كده تمام. فده برضو السهر من الحاجات المهمة جدا. شرب المية، السؤال ده أنا بسأله كل يوم في الكلينيك مثلا عندنا، تشربي مية؟ تقول لي ده مية دي يعني الشتاء ما بيحطوش المية أبدا أبدا على بقهم. فالمية من الحاجات المهمة جدا جدا. والله ده مش كلام ممثلات، لا المية هو أساس الحياة. عملوا تجربة من فترة كده على واحدة ست الكولاجين بتاعها يعني يعتبر مش موجود، عندها رينكلز كتير جدا، وخلوها ما عملتش أي حاجة خالص غير إنها كل يوم بتشرب 3 لتر مية. وبعد 3 شهور، وعلى فكرة دي موجودة على جوجل لو عملوا سيرش عليها، صورة قبل وبعد كأنها حقنا كمية سكين بوسترز مش طبيعية. طب ما مية بس واقي الشمس، الترطيب مهم جدا، شرب المية مهم جدا، النوم برضو كويس جدا. طيب خلينا ندخل اللي هو يعني للكولاجين، اللي هو إنتاج الكولاجين الطبيعي داخل الجسم. هل في بعض الأكلات اللي فعلا تعزز من إنتاج الكولاجين داخل الجسم؟ في اختراع اسمه شوربة العظم أو البون بروث. ده ايه؟ شوربة العظم هنا مش معناه ان هي عظم اللحمة، لا ده عظم سمك، عظم فراخ، عظم شوربة الجمبري، عارف اي حاجة فيها نسبة كولاجين عالي. عايزة اقولك ان انا عندي ان البنت او الراجل يشرب
كل يوم بعد يوم مثلا بولة شوربة عظم، دي بالنسبة لي أحلى كتير من أي مكملات غذائية فيها كولاجين. ليه؟ بتحفز الكولاجين في الجسم بشكل مش طبيعي. طبعا احنا عارفين في اكلات كتير زي مثلا الحاجات اللي فيها فيتامين سي، الفراوله، البرتقان، اليوسفي، كل ده فيه فيتامين سي. طبعا الفيتامين سي بيحفز انتاج الكولاجين. البروتين برضو مهم جدا لان الكولاجين اصلا بروتين، فبرضو بيحفز انتاج الكولاجين. الاكلات الصحيه من الحاجات المهمه جدا لانتاج الكولاجين. خضار الكتير ده بيعمل نورشنج للجلد برضو، فبالتالي لما بيبقى فيه نورشنج للجلد الكولاجين ما بيتكسرش فبيدوم وقت اطول. فطبعا في اكلات طبعا مهمه جدا للكولاجين. كوارع دي اكله عظيمه مصريه عظيمه. عندكم الاكله دي؟ ايوه بنسميها المقادم. مجادم، هي فعلا مجادم يعني. هي رجل الحاجات بالضبط. هي المقدمة ايوه دي من الاكلات الجميله عظيمه جدا. شوربه الكوارع دي قمر قوي. اكيد طبعا. طب بالنسبه للكولاجين اللي هو على شكل مكمل، هل فعلا يعني له فائده على نضاره البشره ولا مجرد فلوس على الفاضي؟ بص، هو الناس مختلفة في النقطة دي ومفيش دراسة يعني أثبتت ده اللي هو قولا واحدا جازما، لا في اختلافات. بس خلينا نقول إن الكولاجين هيدرولايزد كولاجين اللي هو الكولاجين المتفكك اللي هو المارين كمان بتاع السمك مهم جدا برضو للبشرة، بس ما هواش المين أو المين سورس ده. يعني أنا لو واحدة مثلا بتسهر وما بتاكلش كويس وبتاخد كولاجين ساشيتس مثلا أو كابسولز كده الكولاجين تمام، لا طبعا ما فيش الكلام ده. هو عارف هو كأنه مثلا سبلمنت، يعني حاجة بتغذي البشرة جنب الحاجات التانية الأساسية. يعني ممكن نقول هو حاجة فرعية لكن ما هوش حاجة أساسية. ولازم يكون طبعا هيدرولايزد كولاجين ويكون مارين كولاجين، سواء ساشيتس مثلا أو كابسولز واتيفر، يعني إيه الفورمولا اللي هو محطوط فيه. يعني مثلا ست يعني ما بتغطي احتياجها من البروتين بس تاخذ الكولاجين، لا طبعا مش هيفيد. لا طبعا مش هيفيد. وفي حاجة بس نقطة مهمة جدا، الكولاجين عشان اللي هو المكملات الغذائية عشان تبدأ إنها تشتغل وتدي الفعالية بتاعتها مش أقل من 12 أسبوع. فهم طبعا لا بياكلوا كويس ولا بيناموا كويس ولا بيشربوا مية. واقي الشمس بالنسبه لهم ده رفاهيه، يعني يا اما حطوا يا اما حطوش يا اما ما جددوش كمان، يعني يتحطوا وبعدين تفضل في الشمس 10 ساعات وما بتجددوش هي مره واحده. فطبعا ده كل ده غلط. ومفكره انها لما تاخد الكولاجين اسبوعين 3 يبقى كويسه، لا اولا لازم 12 اسبوع، من 8 اسابيع ل 12 اسبوع عشان تبدا فعاليته تشتغل مع طبعا اللايف ستايل. واحنا قلنا برضو في الاول والاخر هو حاجه فرعيه. نورتينا دكتوره داليا. طب خلينا اللي هو موضوع السيرم والكريمات. عايزين نعرف هل لها دور فعلا بنضارة البشرة؟ بص هقول لك على حاجة، هو السيرمز والكريمات يعني هي حاجة ما ينفعش أنا أستغنى عنها. يعني هي من الحاجات اللي لازم أحطها حتى في الروتين عندي، حتى لو الشخص ده بيعمل سيشنز ما نقدرش إن احنا نستغنى عنه. فنقول ليه؟ أول حاجة لأن السيرمز بيكون فيها تركيز مواد الفعالة قوي جدا، فبالتالي هو بيحافظ لي برضو على مرونة الالاستنج بتاع الجلد نفسه، فأنا ده محتاجاه. ولكن مش معنى كده ان انا افكر برضو ان انا لو استخدمت السيرمز والكريمات وما اهتمتش بالجلسات فيما بعد، لان السيرمز ليها امتصاص معين، يعني مهما وصل امتصاصها هي ليها حد معين، هي مش هتوصل لحد مخازن الكولاجين اللي اتكسرت وتبدا تبناها تاني، الا لو الشخص ده مثلا بدا بقاله مثلا 3 سنين متواصل بيستخدم سيرم وغالي جدا بتقنيه نانو تكنولوجي، وقاعد بقى ما بيعملش حاجه غير انه بيستخدم السيرم ده. وده طبعا ما بيحصلش، يعني احنا يعني ما اعتقدش ان في حد هيعمل كده او هيلتزم على ده. فالسيرامات بيكون ليها امتصاصها طبقة 2 شكرا، ما فيش اكتر من كده. فهي بتخلي البشرة تحافظ على ليونتها، مرونتها تتحسن مع السيشنز. طب لو حد عنده مشكلة كبيرة جدا هل السيرم يقدر يحلها؟ لا طبعا، لا طبعا، لان المشكلة دي ممكن تكون في طبقات عميقة جدا في الديب ديرمس مثلا، فلازم في الحالة دي يكون دكتور يتدخل بجلسات عشان يبدأ يحسن المشكلة. طبعا السيرامات مواد الفعالة فيها بتكون اكتر وتركيزها اكتر من الكريمات. فاحنا مثلا لو عندنا دكتور نجيب سيرم هايلورونيك ولا كريم هايلورونيك، لا نجيب السيرم، اخف، امتصاصه احسن من الكريم. الكريمات برضو كويسة بس خلينا فيها كمرطبات اكتر، يعني كمويسترايزنج اكتر، سواء كانت على
شكل جل، يعني كريم او جل او حاجه فلويد للبشرات الدهنيه والمختلطه، او كريم للحاجه للبشرات اللي هي الجاف بس. وشفت وصفة بحسابك، وأذكركم حساب دكتورة داليا على الانستغرام، راح أضع بصندوق الوصف وأول تعليق. تقدم معلومات عديدة جدا من ناحية التجميل وتجديد البشرة، ومواضيع عديدة جدا تجميلية. تابعوها صراحة، موضوع يستاهل إنه الشخص يتابعها. طيب، في وصفة ذكرتيها بحسابك اللي هي وصفة رخيصة أقل من 5 جنيه، تمام، بمكونين فقط في المنزل. عايزين نعرف السر. بص، هو انا من الناس بتحب البان الدكر جدا. يعني البان الدكر ده من الحاجات الحلوه قوي. ليه؟ لانه مليان انتي اوكسيدنت، مضادات اكسده. فلما بنجيب لبان الدكر من عند عطار كويس، ما تكونش الحاجه عنده يعني بقالها فتره، وبنحطه بننقعه في ميه مغليه طول الليل، وبناخد بقى المنقوع بتاع لبان الدكر ده ونحطه في بوتل صغيره، ونبدا ان احنا نحطه في الثلاجه طبعا، ونستخدمه كل يوم او يوم بعد يوم حسب بقى يعني ما انتي بتحبي. بس المهم ان احنا ما نستخدموش اكتر من 5 ايام، يعني هو 5 ايام ده صلاحيته، لانه حاجه ناتشورال. طبعا بنلاقي جلو عالي جدا في الجلد، بنلاقي لمعه حلوه قوي، شده في الجلد حلوه جدا، لان الانتي اوكسيدنت اللي موجوده في لبان الدكر حلوه قوي. برضو السيرم الرز، ان احنا بنجيب الرز الابيض وننقعه برضو طول الليل، بناخد سيرم الرز. وعلى فكره بقى اننا بنتكلم على الكوريين، فهم بيعشقوا المنتجات اللي فيها حاجات من مكوناتها الرز. فده برضو ميه الرز من الحاجات الحلوه جدا على فكره، باي ذا واي، يعني للشعر وللوش. بس طب خلينا ننتقل اللي هو المنتجات الكوريه اللي جايه من كوريا. لأنها يدعي على الأغلب تكون غالية جدا، بس هل فعلا تجيب نتيجة؟ بص، مش كلها، يعني هي على حسب، هي شركات طبعا. ومش كل حاجة غالية هي اللي خلاص هتجيب الحل من الآخر. بس خليني أقول هو ليه أصلا الكريمات دي غالية أو السيرمز بتاعتهم غالية؟ لأنها بتقنية اسمها نانو تكنولوجي، تقدر إنها تخترق طبقات من الجلد. بس برضو هل هي تغني عن السيشنز؟ لا طبعا، وإلا ما كانوش هم أصلا بيعملوا سيشنز طول الوقت، وعندهم تقنيات حديثة جدا وأجهزة حديثة جدا في تجميل الوجه والبايوستيميولنت اللي هم بيستخدموها طول الوقت والكلام ده. هم برضو بيعملوا سيشنز، ولكن الكريمات والسيرمز مهمة جدا. طيب، لو حد بقى جي يسألني اشتري منتجات كورية بمبلغ محترم، ولا اعمل سيشنز معقولة بأسعار معقولة واستخدم منتجات بأسعار معقولة؟ انا مع الحل التاني، اللي هو خليك يعملي سيشنز اسعار معقولة. انت كده بتدخلي في طبقات افضل، بس طبعا عند مكان موثوق فيه، طبقات اعمق عشان لو عندك مشكلة، وكمان بتحفزي الكولاجين بطريقة افضل. واستخدمي منتجات مش لازم تكون اغلى حاجة في الدنيا، ولكن كويسة برضو هتحسن. سيرم مثلا كويس، عن الفكرة عندنا احنا حاجات عربية ومصرية ممتازة. وعندنا شركات جميلة جدا، يعني انا عارفة انا ما ينفعش اقول براندات، بس يعني في حاجات حلوة قوي موجودة في مصر وبره مصر في الوطن العربي، وصناعات محلية جميلة جدا، لا نستخدمها كسيرامات او كريمات. ممتاز دكتورة داليا. طب خلينا نخش اللي هو في مشكلة متعلقة بالجلد، اللي هي جلد الوزة. عايزين نعرف الأسباب والحلول، ازاي الست تتخلص منها. ماشي. الجلد الوزة بيتقال عليه كده بالبلدي اللي هو ستروبري سكين. طب بالعلم كيراتوزيس بلاريس. يعني ايه اصلا كلمة كيراتوزيس؟ يعني تكون طبقات من الجلد فوق بعضها. تمام، يعني الكيراتين ده بيتراكم على سطح الجلد فوق بعضه، فبيخلي الشعرة تيجي تطلع ما تعرفش تطلع. يعني مكان الشعرة مسدود. تمام. طيب، فالشعرة بتبقى عاملة زي أماكن كده على سطح الجلد، بيتقال عليها كده ستروبري سكين، يعني خشن الجلد نفسه ملمسه رف. طيب، هو ده سببه. طيب، أنا زي ما قلت لحضرتك دلوقتي إيه سببه؟ حاجتين: تراكم الجلد اللي هو الكيراتين، يعني الحاجة التانية إن الشعرة مش راضية تطلع. طب أنا لما هاجي هحل النقطتين دول، إن أنا هشيل الجلد الزيادة عن طريق جلسات التقشير، البيلينج سيشنز طبعا بتكون بأحماض الفواكه ال AHA، يعني زي الجلايكوليك مثلا أو اللاكتيك، ودي بتستخدم عشان نشيل الطبقات الخارجية فنخلي الشعر تطلع. فخلاص أنا قضيت كده على مشكلة إن في تراكم من الكراتين. وبنخلي البيشنت تستخدم بقى روتين. الروتين ده بيكون فيه إيه؟ مرطب وكريم فيه يوريا، أي حاجة بقى، واليوريا يكون أكتر من 10%، عشان أكتر من 10% بتعمل على الترطيب مع التقشير. تمام. طيب، اول حاجه التانية بقى نعمل ايه؟ نعمل جلسات ازاله شعر بالليزر.
يبقى انا شلت الشعرايه خلاص وقضيت عليها. فهو دايما لما البيشنت او العيان عايز يحل مشكله لازم نعرفه الاول ايه المشكله دي اصلا جت منين. فمونس ان هو عارف انا طب ماشي انا بقى خلاص قدامي الاوبشنز، طب انا هعمل ده او هعمل ده حسب راحتي او حسب الفلكسبيليتي مع بالنسبه لي ايه هي. بس ممتاز. طب دكتوره داليا خلينا ندخل لمحور اللي هو الاجراءات اللي هي التجميليه اللي هي البوتوكس والفيلر. تمام. في مفاهيم خاطئه منتشره، فعايزين نكشف هذه المفاهيم ونصححها للناس. بص بقى، اكتر حاجه منتشره بالنسبه للفيلر بسمعها كل يوم، الفيلر لما بيروح وشي بيتهدل، وبيبقى شكلي اوحش من قبل ما كنت احطه. والبوتوكس ممكن يعمل لي شلل، او ممكن يخلي شكلي مصطنع او ماسك فيس. فدي دايما بسمعهم او وشي هيتنفخ قوي وهيبقى شكلي غريب جدا، شفتي الممثله الفلانيه والمعرفش ايه اللي حصل وهكذا. طبعا كل ده كلام يعني ايه مش منطقي تماما، لان اولا خلينا نعرف يعني ايه اصلا فيلر. الفيلر ده عباره عن ماده الهيالورونيك اسيد، حمض اسمه هيالورونيك. الهيالورونيك ده اصلا وظيفته ايه؟ ان هو بيمتص ميه، بيبقى موجود في اكتر من وزن وفي اكتر من شكل. احنا بقى بناخد شكل معين بيكون اسمه كروس لينكد، بيستخدم في ايه؟ في التعبئه. يعني حد مثلا عنده تجاعيد باينه قوي واضحه وثابته، ففي الحاله دي احنا بنحط فيها الفيلر. او حد مثلا وش واقع، فابدا ان احنا نحقن في اماكن معينه ويخلي البشره تتشد ويبقى شكلها مرفوع ومشدود. تمام. طيب فكره بقى ان هو بينفخ ومش بينفخ والكلام ده، فكره الدوزس. طيب واحده مثلا عايزه تعمل الخدود هل هي لايقه اصلا ولا مش لايقه؟ مش اي ترند احنا بنمشي وراه. فالاول بنتناقش مع البيشنت في ديسكشن كده لازم يحصل في الاول، اسسمنت بيحصل. طيب انت عايزه يعني طب بصي لا شكله هيبقى فيك قوي، لا شكله هيبقى لطيف، لا مش عارفه، وهكذا. دايما لما البيشنت بيدخل للدكتور بيبدا ان هو يرسم معاه البلان بتاعته. الحاجه ان زادت عن حدها اكيد شكلها فيك وحش، صح. واكيد نفخ مبالغ فيه، واكيد الشفايف هتبقى شبه شفايف البطه والكلام زي ما هم بيقولوا. لكن الحاجه لما بتتحط بالمعقول وبالراحه وبطريقه شكلها حلو، طيب بيبقى الشكل عامل ازاي؟ شكله نورمال جدا، محدش اصلا بياخد باله ان البنت حقنه او الراجل نفسه حقن. على فكره الحقن ده راجل او ست، يعني احنا ما بنقولش ست بس او راجل بس. البوينت التانية، الفيلر بقى بعد ما بيروح يا دكتور ولا اي حاجه خالص. الفيلر هيروح مثلا من 6 شهور ل 18 شهر مثلا على حسب نوعه ومكانه whatever، ايا كان هيقعد قد ايه. طالما النوع كويس، حاجه كويسه، فيقعد بقى بعد ما يروح ايه اللي هيحصل في الجلد؟ ولا اي حاجه، بالعكس ده هو طول ما هو موجود عمال بيجمع ميه وبيعمل نورشنج للجلد. فهو مش حاجه وحشه خالص. المهم ان احنا نحقنه بالكميات المناسبه في الاماكن المناسبه والنوعيات مناسبه. الفيلر بقى الدائم والحاجات اللي هي فيلر بادي يتحقن في الفيس والكلام ده، دي حاجات يعني هي دي بقى اللي بتبوظ الدنيا. تمام. ده بالنسبه للفيلر. البوتوكس بقى هو الماده دي احنا بنجيبها من بكتيريا اسمها بوتولينيوم توكسين. بنبدا ان احنا نحقنها في المصل او في العضله. بتعمل ايه؟ بتعمل راحه للعضله، بتريح العضله. في ناس اوفر اكتنج، يعني ايه؟ لما يجي زي كده، انا بقول على نفسي كده دايما تلاقيني بتكلم بالرياكشنز بتاعتي، تلاقي على طول بكشر برفع مش عارفه ايه، فتلاقي على طول في حركه للمصل. فالبوتوكس هنا وظيفته ان هو يريح العضله، بحيث ان من كتر الحركه والرياكشنز الكولاجين ما يتكسرش فيعمل لي تجاعيد من متحركه يحولها ثابته. احنا مش عايزين ده، مش عايزين التجاعيد تبقى ثابته، احنا عايزين نريح العضله عشان ما يحصلش تجاعيد في سن صغير. طيب ايه اللي بيخلي شكل الماسك فيس؟ ان احنا بنعمل اللي هو مثلا البيشنت تروح للدكتور تقول له انا مش عايزه اي تجاعيد تبقى ظاهره في وشي، فتلاقيها بتضحك زي بتعيط زي بتزعل، كلهم نفس الرياكشن. فبالتالي هو في ترند طلع من فتره من رمضان اعتقد. ايوه بالظبط، بتاع ايه؟ انت اللي قتلت. أيوة. انت اللي قتلت ابراهيم يا مجدي. أيوة. بتاع ريم مصطفى. ايوه مظبوط. هي نفسها حتى قالت انا يعني مش عارفه ليه كان شكلي عامل كده، يعني هي نفسها اصلا يعني انتقدت نفسها. ففعلا الشكل ما بيبقاش حلو خالص، يعني اوفر دوزس فيلر، اوفر دوزس بوتوكس. ليه؟ البوتوكس لراحه العضله مش لوقف العضله، لراحتها، يعني يبقى في رياكشن
اضحك يبقى فيه شويه رياكشن، ازعل يبقى فيه شويه رياكشن. طب وظيفه ايه؟ ما يبقاش فيه تجاعيد بس. هو ده الهدف من الحاجات دي. يعني مثلا انا عندي اللي هو عندي تجاعيد اللي هو اللي في الجبين، اللي لما برفع كده، ايوه بالظبط، دي محتاج لها بوتوكس صح؟ هيريح، هيخلي فيه شويه رياكشنز بس مرتاحه. ليه؟ لان كل ما بتعمل الرياكشن ده مع الوقت الاماكن دي كولاجين فيها هيتكسر، فبقيت خلاص وانت اصلا في الريلاكسنج تايم عندك بقى تجاعيد عميقه وباينه تبقى ثابته بقى. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. بس أفتينا مواضيع عديدة جدا، أكيد أفدت الستات أكثر يعني. طيب خلينا ندخل لمحور مهم جدا برضو اللي هو حقن تحفيز إنتاج الكولاجين. تمام. هل نعرف إنه هل هي فعلا فعالة بتدي نتيجة؟ وعايزين نعرف برضو أنواعها، إيه هي أنواعها؟ تمام. خلينا الأول نقول إيه هي محفزات الكولاجين، أو بيتقال عليها بايوستيميوليتورز أو بايوستيميولانت. المهم انها محفزات الكولاجين، مواد بتتحقن في طبقات الجلد، وظيفتها ان هي طول ما هي موجوده بتبدا تحفز لي ايه؟ الكولاجين، تتخلي الكولاجين على طول يستمر كده في الانتاج، يبقى طول الوقت منتج. ليه؟ لان الكولاجين مع تقدم السن بيبدا ان هو يتكسر، يبدا افرازه يقل، فبالتالي بيحصل التجاعيد، وده اصلا يعني من طبيعه الحياه يعني عموما. طيب انواعها ايه؟ خلينا نقسمها، هي حاجات طبيعيه وحاجات يعني طبيعيه يعني من جسم الانسان، زي مثلا البلازما. البلازما ده دم بناخده من الشخص، بيكون فيه جراس فاكتورز او اللي هي محفزات النمو، ودي بتكون اقل حاجه، او ممكن نحطها رقم يعني اقل حاجه خالص في محفزات الكولاجين، ما هواش اعلى حاجه. تمام. وبتكون دي البلازما المركزه اللي هي مليانه محفزات للكولاجين او مليانه جروس فاكتور، تبدا انها تشتغل في طبقات الجلد، وتبدا انها ايه؟ تدي النضاره، ولو في تساقط شعر تبدا انها تحسن من الشعر. وعايزه اقول كده بين قوسين ان عليها اقاويل، يعني عليها اقاويل ان هي يعني مش دايما طول الوقت فعالة، نتيجة ان الدم مش طول الوقت بيكون ريتشي بالصفائح الدموية او بالبليتلتس يعني، او يعني خلينا عشان كده انا قلت لك دي اقل حاجة خالص في محفزات الكولاجين. رقم 2 بقى، وده المهم جدا بالنسبة لي، هي الBLLA اللي هي ايه؟ البولي لاكتيك اسيد. ايه هي بقى البولي لاكتيك اسيد دي مواد بتتحقن في طبقات عميقة من الجلد. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ ما بتمتصش، يعني ما الجسم ما بياخدهاش ويرميها، لا، تفضل طول الوقت موجودة في طبقات الجلد لحد من 3 شهور ل6 شهور هي موجودة، وطول ما هي موجودة طول ما هي بتحفز إنتاج الكولاجين. ودي طبعا نرفع لها القبعة، زي كده الحقن الترند جدا اللي طالعة جديد اسمها سكلابترا، أوليديا، ريتش، دي كلها بولي لاكتيك اسيد، وخصوصا لو كان فيها هيلورونيك اسيد كمان. يعني هيلورونيك اسيد ده اللي احنا قلنا بيمتص الميه ويدي نضاره للبشره ويدي جلو للبشره، ده كمان معاهم في بعض الاحيان بيحطوا كمان معاهم الهيلورونيك اسيد. طيب هل البولي لاكتيك اسيد دي افضل ولا الفيلر؟ يعني مثلا بيجي البيشنت يسال الدكتور هو ايه الاحسن، ان احقن بولي لاكتيك اسيد ولا احقن فيلر؟ على حسب احتياج العيان. يعني لو هو عنده تجاعيد ثابته وغائره وعميقه، في الحاله دي انا لازم الجا لحل سريع وعلى طول، يعني immediately بيحصل. يعني تبص تلاقي انا خلاص مليت بالفيلر، فالشخص التجاعيد راحت. بس هنا خلاص انا بحل المشكله بس ما عالجتش السبب. فخلي بالك من النقطة دي مهمة جدا. أنا حليت المشكلة في تجاعيد فحلتها، لكن السبب نفسه اللي هو تكسر الكولاجين أنا اوريدي ما يعني إيه، حتى لو اديت سبلمنت أو مكملات غذائية أنا لسه اوريدي السبب موجود اللي هو تكسير الكولاجين. فعشان كده بقينا نعمل إيه مع العيان؟ احقن فيلر، واحقن كمان حاجات بايوستيمولانت، يعني حاجة تحفز إنتاج الكولاجين، عشان يبقى أنا عالجت مشكلتك وفي نفس الوقت أنا حطيت مادة تشتغل من 3 ل6 شهور تطلع لي كولاجين. من الآخر عشان ما يدهوش، إحنا عندنا حلول مؤقتة وحلول نتيجتها فورية زي الفيلر والبوتوكس. طيب الحلول بقى اللي مع الوقت بتبدأ تحسن من الجلد هي محفزات الكولاجين. وده اللي الكوريين بقى، بما اننا بمناسبة بنتكلم عن الكوريين، بدأوا ان هم
يتوجهوا ليه، ان هم يتوجهوا لايه؟ لا احنا هنحقن حاجات تحفز دايما انتاج الكولاجين، اجهزه دايما تعمل شويه حراره تحفز انتاج الكولاجين، فهم دايما متوجهين للنقطه الثانيه دي. تمام. طيب المحفزات الكولاجين وظيفتها انها طول ما هي محطوطه، طول ما هي على طول الوقت بتحفز في الكولاجين. الفيلر خلاص هو بيجمع ميه ومع الوقت بيبدأ حجمه يقل ويختفي لحد ما البيشنت بتحقن كمان مرة. هو طبعا والبوتوكس. طيب ذكرتينا أنواع المختلفة من المحفزات، حقن محفزات الكولاجين، لكن عايزين نعرف رقم واحد من اللي هو فعاليته أسرع من بين الأنواع اللي ذكرتيها. اللي فعاليته أسرع من محفزات الكولاجين ولا من الفيلر ولا البوتوكس؟ من محفزات الكولاجين. مين فعاليته أسرع؟ بالنسبة لي رقم واحد هو الBLLA اللي هو البولي اللاكتيك أسيد. ده طبعا من الحاجات الحلوة جدا. وفي على فكرة في حاجة اسمها كالسيوم هيدروكسي أبيتايد اللي هو CAHA، ده كالسيوم هيدروكسي أبيتايد، ودي اللي كان بتقال عليها حقنة أصالة. هي من الحاجات اللي بتعمل فيلينج، يعني تملى وفي نفس الوقت تعملي نضارة، بس طبعا مش فيلينج يعني زي الفيلر يعني، بس تملى شويه وتعمل نضاره حلوه قوي. فاحنا لو قلنا مين الافضل، فاحنا عندنا حاجتين، الBLLA والCAHA اللي هو البولي اللاكتيك اسيد. هي ملهاش اسم غير كده يعني، بحاول اجيب اسم اسهل بس هي اسمها كده. واللي هو حقن الكالسيوم اللي هي حقنه اصاله اللي زي ما كان ترند قوي ومعروفه. الاثنين دول من الحاجات فعلا اللي بتحسن جدا من الكواليتي بتاع الجلد. والBLLA ده قلت لي انه مفعوله سريع وفعاليته اقوى، يعني هو مفعوله اقوى. طب من بين الانواع مين اللي فعاليته يدوم اطول؟ بص، فكره يدوم دي حسب اللايف ستايل بتاع البيشنت برضو. برجع اقول لك يعني ممكن بيشنت خلاص هي حقنت البولي لاكتيك اسيد اللي هي الBLLA وخلاص، وبعدين قعدت تشرب ميه وقعدت تستخدم سيرمز كويسه وواقي الشمس ومهتمه بيه، السهر مش عارفه ايه، هيقعد فتره كبيره جدا، ممكن يوصل ل3 سنين كمان بعد ما تخلص الكورس. لانه كورس، بص مفيش حاجه اسمها حقنه يعني هتحط مثلا واحده محفز كولاجين وهي كده خلاص كل مشاكلها في الحياه اتحلت. ده بيبقى اي حاجه ليها كورس. الكورس ده عدد السيشنز اللي بيكرروا البيشنت والدكتور، بس الدكتور طبعا هو اللي بيبقى الابر هاند، هما اللي بيكرروا مع بعض. مثلا وليكن 3-4 سيشنز، خلاص هما بيكرروا عدد السيشنز دي، بنعملها مدتها بقى بعد ما نخلص الكورس بتاعنا، مدتها حسب اللايف ستايل بتاع الشخص بقى. فاحنا دايما نقوله ايه، ما تضيعش فلوسك، اشرب ميه كتير، خدي فيتامينز، خدي بقى كولاجين سبلمنت في الحاله دي عشان نحسن دايما من انتاج الكولاجين مع الحاجه اللي انا حطاها، نامي كويس، كلي كويس، وهكذا. على فكره في نقطه مهمه جدا، السكر من الحاجات السيئه جدا في تكسير الكولاجين. يعني انا دلوقتي انا مش بتاعه تغذيه على فكره، بس دايما بنصح البيشنت اول ما بتنزل تحت ستريس، البيشنت العربي عموما تلاقيه بقى سويتس بكميات بشعه، حلويات، بسبوسه، جاتو، تورت، شوكولاتات، حاجه مش طبيعيه. وبعدين ترجع تقول انا مهما حقنت الحقنه بتروح. حضرتك انت بتولدي كميه فري راديكلز او شوارد حره بتكسر كل حاجه في الدنيا اصلا اللي ربنا خلقها لك قبل ما اللي هي محقونها لك. فتخيل اكله زي دي كميات جرعات سكر بالمنظر ده ممكن تعمل ايه في البشره. يعني هي بتكسر الكولاجين الطبيعي وبرضه بتقلل فعاليه الحقن، بتقللها جدا. طبعا. وعارف في كمان ناس مثلا تيجي تقول لك ايه انا بحقن فيلر بس ما بيقعدش كتير عندي، ما بيدومش كتير يا دكتور. تيجي بتقول كده تبقى عليها علامات استفهام. نسألها هو حضرتك بتاكلي سكر كم مرة في الأسبوع؟ تقول لك كل يوم. المقليات كم مرة في اليوم؟ تقول لك كل يوم واكتر من مرة. بتتعشى وتتغدى وتفطر بانيه مثلا مقلي، وبتسهر وبتدخن. طب يعني انت عايزة ايه؟ طيب انت عايزة ايه؟ يعني ده الزيوت كمان اللي بتتسخن دي اساسا مش طبيعية في تكوين الشوارد الحرة. المشكلة عندنا
في الشوارد الحرة اللي بتتكون في الجسم. طبعا حضرتك أدرى بالموضوع ده، يعني ليه شرح طويل. لو قعدنا مثلا نتكلم عن الشوارد الحرة اللي بتتكون دي، ممكن نقول لك مش بس بتعمل تكسير للكولاجين، التهابات، أريافة، اكتئاب، كل حاجة ممكن تتخيلها. فما بالك بقى واحدة حقنة حاجة صناعية وبتعمل كل حاجتها العكس، فهتعيش ازاي الحاجة اللي احنا حاطينها؟ فالنورمال لو هي التزمت هيقعد 3 سنين وأجزم بذلك إن شاء الله يعني. بس لو هي طبعا عملت مش هيقعد معها حاجة أصلا. طب دكتورة داليا، بعد الجلسات خلاص واحدة خلاص عملت الجلسات، لكن بعد الجلسات السيناريو اللي راح يحصل؟ هل راح ترجع زي أول ولا الموضوع، ولا بشرتها راح تتدهور، ولا هتحافظ على نضارة البشرة؟ هتحافظ. بص عايزة أقولك إن بعد الجلسات كمية سعادة رهيبة من البيشنتس، كمية سعادة مش طبيعية. ليه؟ تلاقي بشرتها منورة، في نورشنج، في جلو كده طالع، بشرتها بتلمع. طبعا لو هي كمان من الناس اللي ستريت، يعني قال لها 1 2 3 هي بتعمل كل اللي اتقال لها. فتخيل حضرتك هي ماشيه على بتشرب الميه وبتظبط حالها وحاطه الروتين، وواقي الشمس طبعا ما بتستغناش عنه، مع الانجكشنز دي بتيجي لك بقى طايره من الفرحه. هي مبسوطه جدا، حاسه بجلو بيشع من بشرتها. بس في حاجه بس محتاجه ان انا انوه عنها، ما تجيش واحدة عندها مثلا كلف أو تصبغات أو حبوب، عندها مشاكل كبيرة جدا في بشرتها، وتيجي تقول أنا عايزة أحقن محفزات الكولاجين. هي كده بقى في الحالة دي بترمي فلوسها على الأرض. خصوصا لو الدكتور يعني قال لها أوكي. المفروض إن الدكتور في الحالة دي بيعالج الأول الديفكت اللي موجود في البشرة، سواء كان تصبغات، حبوب، أكني، حفر، سكارز، يعني نعالجها الأول، وبعد كده عايزين نحقن محفزات، يلا بينا. ماشي. فدي بتكون آخر حاجة بعد الوصول للعلاج النهائي للبشرة. طب دكتورة داليا، هل هذه الحقن والحفاظ على نضارة البشرة هل بتسبب إدمان؟ في نوع من الإدمان من استخدام هذه الأشياء؟ بص بقى السؤال ده لو أقول لك بس بيتسأل بشكل مش طبيعي، يعني مش عارفة أشكرك إزاي على السؤال ده. ليه بقى؟ بتيجي تقول لي والله يا دكتور أنا عندي شوية تجاعيد بس أنا خايفة أحقن، أصل لو حقنت بقى مش هسيب، هفضل طول العمر أحقن. فببقى حاسه ان انا عايزه اشد شعري. هو ايه يعني انت تفضلي عايشه بتجاعيدك اهون عليكي من انك تدمني. طيب هو احنا مش بندمن الفيلر والبوتوكس، مش فكره ان هو ان لازم تحقني، لازم براحتك، انت مش عايزه تكملي براحتك، او المحفزات مثلا او whatever. هي الفكره ان هي بتاخد على الشكل الحلو، يعني بتاخد ان بشرتها بتلمع، بتاخد ان بشرتها منورة، بتاخد ان خدودها مثلا ليها شكل معين ومشدود وحلو. فلما الحاجة بتبدأ تروح والشكل يرجع لطبيعته، وعلى فكرة ما بيرجعش لطبيعته زي قبل ما بتحقن، لا بيرجع احسن. عشان ما تفكرش مثلا ان هو لما يروح خلاص انا رجعت اسوأ، لا خالص. بس هترجع لطبيعتها، المادة مش موجودة، فهتحس ان هي شكلها يعني ايه، لا الاول كان شكلها احلى، فهتحب انها تحقن تاني. لكن فكرة ادمان ان هي لازم تعمل، لا هي بس بتدمن شكلها الحلو. هي كده كده في كل حالاتها الست بتبقى زي القمر، يعني انا دايما يعني شوية منحازة للستات. فهي كده كده الستات قمرات، ولكن هي بس فكرة ان اللمعة اللي هي في بشرتها، شكل الخدود، شكل الشفايف وهي محقونة بيكون شكلها احلى كتير، فبتحب انها دايما تحقن. بس لكن مش فكرة بقى إدمان إن أنا لازم بقى خلاص بقى كده أنا مش هقدر أقضي حياتي من غير الحاجات دي، لا عادي خالص. ما فيش إدمان، عادي يعني. صح عادي. هو زي مش عارف، زي اللبس مثلا. كنت لسه هقول لك زي اللبس كده. حد بيحب يلبس لبس حلو فأكيد هيبقى عايز طول الوقت يلبس على الموضة، يغير، يعمل ألوان جديدة هكذا. صح. بس ممتاز دكتورة داليا، أفدتينا مواضيع عديدة جدا. بس خلينا ندخل اللي هو الناد. يس. يعني المادة دي هل فعلا يعني بتجيب نتيجة؟ طيب هو نيكلوتايد أدينين داي نيكلوتايد نات بلس. هو أصلا خلينا نقول أصلا إيه فكرة النات دي بالمختصر الأقل من المختصر كمان. هو بيخلي الميتوكوندريا تشتغل بطريقة أفضل، بيدخل في عمليات حيوية في الجسم، وكمان بيظبط الDNA بتاعنا. طيب هو مفيش لحد دلوقتي دراسات نهائية مؤكدة
عن الناد في استخداماته، في سواء كان IV او سواء في استخدامات البشرة او استخداماته في الحقن البشرة يعني. ولكن خلينا نقول ان هو من الحاجات المهمة جدا 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 لو هي فعلا تمت الانتهاء من الترايلز والتجارب اللي يبدأ الإنسان ان هو يستخدمها على بشرته او يتحقن كIV، من الحاجات القوية جدا 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 جدا. تخيل ان انت بتحقن حاجة تحسن من انتاج المصانع بتاعتك. ايه هي المصانع؟ الميتوكوندريا اللي هي مصدر انتاج الطاقة اصلا في الجسم. فتخيل انت بتحقن حاجة هتخلي تخلي الDNA نفسه يتصلح يبقى بشكل افضل. فلك ان تتخيل لو فعلا تم الانتهاء من التكنولوجي دي، استخدام الناد بلس في منتجات التجميل، سواء كانت منتجات توبيكال او منتجات انجكشن او سواء استخدامها كIV نفسه، فتخيل لك ان تتخيل النتائج اللي ممكن نحصل عليه. بس انا لما جيت اقرأ في موضوع الناد بلس لقيت ان لسه في دراسات كتير بتتعمل عشان يتأكد مدى فعاليته في الاستخدامات بتاعته. بس هو لسه تحت التجارب السريرية، لسه تحت التجارب يعني، لان انا يعني قريت عنه كتير قوي ولسه تحت التجارب. ولكن في حاجات ترايلز اتعملت والترايلز دي اكدت اهميته، فهو مهم جدا جدا. وبنشوف النتائج واعدة، اعتقد له فعالية قوية. ليه فعالية، وعايزة اقولك ان في بعض الاماكن دلوقتي بدأت تستخدمه كIV دريب، ان هو بيتحط كده IV كل كام شهر بيتحقن مع مالتي فيتامين، ان هو بيحسن من نشاط الشخص، بيحسن من الطاقة بتاعته، طبعا الDNA بيحسن منه. ف للجسم العمليات الحيوية للجسم اصلا بيحسن جدا من وظائف الجسم. ممتاز. طب هو يتاخد عبر الوريد مش كده؟ بص، هو يعني برضو لما كنت بسرش في الموضوع ده وبقرأ فيه لقيت ان بالذات موضوع الوريد ده مفيش ابحاث مؤكدة اثبتت فعاليته. لكن يمكن الترايلز اكتر اتعملت على فكرة المستحضرات التجميل او الحاجات اللي هي بتتحقن في الجلد يعني. موضعي. الموضوعية اكتر. طيب الحين ندخل في محور برضو يهم الستات ويهم الرجالة كمان، اللي هو مشكلة تساقط الشعر. يعني الحفاظ على صحة الشعر بشكل عام. أيوه. عايزين نعرف البداية ايه اسباب تساقط الشعر الرئيسية؟ حرقة الدم. ده السبب رقم ده اكيد طبعا كلنا. بص يعني قول لي كده، في شخص في الدنيا ممكن يبقى اندر ستريس وشعره ما بيقعش؟ يعني مفيش. يعني هات لي راجل او ست في الحياة، يعني سيبك بقى من الجينات والمعرفش، هنقول دلوقتي كل الكلام ده، بس دايما الشخص الاندر ستريس دايما شعره بيقع. فكلنا شعرنا بيقع، ومفيش حاجة اسمها شعرنا هيبطل يقع، لان احنا في حياة، واقع الحياة عامل ستريس علينا مش طبيعي يعني، سواء راجل او ست، الا لو كان حد حاطط يعني على قلبه مراوح يعني وضارب كده للدنيا مراوح. فاعتقدش يعني ان في كتير كده. حتى الناس اللي مكبرة دماغها بتبقى اوقات كتير اندر ستريس. ولو مش كده، في حمل، في رضاعة، في شخص مثلا اتجرح مثلا او حصل له عملية او عمل whatever عملية جراحية، فكل ده بيؤدي لتساقط الشعر. نقص الفيتامينات والمعادن طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي بتأثر على الشعر. نقص مخزون الحديد، السيرم فيراتين، نقص الحديد نفسه، تكسر كرات الدم، الهيموجلوبين اللي هو الشخص ده يبقى انيميك، عنده انيميا. الحاجات كمان اللي بتأثر الفوليك أسيد، ان الفوليك أسيد نفسه ما يبقاش مرتفع، يبقى قليل. فيتامين B12 من الحاجات برضو المهمة جدا لمنع تساقط الشعر. طب وله أنواع يعني، في وراثي أعتقد، في أنواع مختلفة صح؟ وانا بصراحة حاولت ان انا اجيب الترجمة العربي بس يعني خلينا انا هقول الاسم بالانجليش وهترجمه لك بالشرح. في حاجة اسمها تيلوجين افليفيوم اللي انا قلت لحضرتك عليها دلوقتي، اللي هو الشخص يبقى طول الوقت اندر ستريس، اللي هو التساقط المفاجئ. يعني فجأة كده هو شخص طبيعي جدا، عمل عملية جراحية فبدأ ان هو يحصل له تكسر في كرات الدم الحمراء وليكن، فبدأ شعره يقع. واحدة مثلا كانت ولدت، فالرضاعة مثلا اخذت الفيتامينز منها. حد مثلا اندر ستريس، وهكذا. الناس اللي هي بتقطع في شعرها، كل ده بتشد في شعرها كحاجة نفسية ليها اسم برضو. بس كل الكلام ده
بيؤدي لتساقط الشعر. في حاجه اسمها بقى تانية اندروجينيك الوبيشيا او اندروجينيتك الوبيشيا، وده الصلع الوراثي. ده بيكون جين موجود في الجسم، ده جينات طبعا، تلاقي مثلا الاب والجد والعم كلهم نفس الفكره عندهم الصلع ده. وفي الحاله دي انا بنصح جدا ان الشخص لو كان راجل بالذات يعمل زرع، يتجه اكتر للترانسبلانتيشن، لان هي اللي هتخلي، لان الرجاله ما بتلتزمش زي الستات، هي اللي هتخليه يحصل على نتيجه على طول، رغم ان لازم لو هو عمل زرع يكمل بسيشنز او جلسات. ولو ست بنعمل جلسات وسيشنز ولازم نلتزم عليها. في بعض الاحيان بندي مينوكسيديل، بس لازم الشخص برضو يلتزم عليه، بتكون 2%، بس طبعا ما ينفعش الحوامل والمرضعات. في بقى نوع تاني اسمه الالوبيشيا اللي هي الثعلبه، ودي بتكون حاجه مناعيه وبرضو بتتعالج بالجلسات وبالادويه المناعيه والاميون ثيرابي، ان احنا بندي للدكتور يعني بيدي للمريض بيديله ادويه معالجه وكده. وفي حاجه اسمها بقى سكيرنج الوبيشيا، يعني ايه؟ حد مثلا جاله ابسس او خراج في راسه، والخراج مثلا اتصلح، فهيسيب مكانه مكان فاضي او حته فاضيه. في الحاله دي بقى ما ينفعش جلسات، لازم زرع، لان البصيلات بتكون اصلا اوريدي اتدمرت. ممتازه دكتوره داليا، افدتينا بصراحه مواضيع عديده جدا، حتى افدتينا بصراحه في مواضيع انا استفدت منها. طيب خلينا ندخل بمحور اللي هو مع او ضد. راح اعطيك بعض العادات سلوكيات ممكن الشخص يتبعها للحفاظ على نظرة البشرة، وتقولي هل مع او ضد. اوكي. رقم 1 اللي هو الماسكات الطبيعية بتغني عن المستحضرات الطبية، مع او ضد؟ لا ضد طبعا. الماسكات الطبيعية حلوة وكل حاجة، بس لا تغني طبعا عن المنتجات. يعني احنا المنتجات الطبية تغني عن الحاجات الطبيعية. يعني سؤال عكس. ايوه. طيب شرب المية اهم من الكريمات والسيرم، مع او ضد؟ هو شرب المية مهم جدا جدا، يعني طبعا هو اهم من السيرامات والكريمات بكتير، ولكن برضو السيرامات والكريمات مهم. مين الاهم فيهم؟ المية اهم. طيب والنقطة الثالثة اللي هو البوتوكس بتبوظ شكل الوش، جاوبتيها مع او ضد؟ بس هو زي ما قلت لحضرتك على حسب الدوز ومين اللي بيحقن واماكن الحقن. أفدتينا دكتورة، وعارف وقتك ثمين وما شاء الله أفدتينا بإيجاز بصراحة. شكرا. بس خلينا نختم الحلقة بنصيحة واحدة وأكثر من نصيحة تساعد الستات وحتى الرجالة برضو، إحنا عايزين النصائح دي باسترجاع نظارة البشرة والحفاظ عليها. بصوا، هو أهم حاجة بقى في كل اللي إحنا قلناه ده إن الشخص يكون شايف نفسه كويس حلو. يعني تبص في المراية أنا شكلي حلو، عارف كلمة أنا شكلي حلو في المراية، مش شكلي وحش ومش طايقة أبص في وشي. الكلام اللي بيتقال ده وبيتبعت حاجة صعبة جدا. وانس إنها قالت لنفسها كده وصدقت في ده، هتلاقي نفسها لا إراديا بدأت تحافظ على نفسها. لا أنا هخلي بالي أحط واقي شمس لأن واقي الشمس مهم، لا هرطب بشرتي، هاكل أكل كويس، هستخدم سيرم بالليل، طب ما أروح كده عند دكتور أشوف أنا ممكن بشرتي تحتاج إيه. لكن طول ما هي شايفة نفسها مش كويسة، حتى لو جابت أغلى حاجة في الدنيا مش هتجيب معاها نتيجة. فدي نصيحة، أبص في المراية كده كل يوم الصبح أقول لنفسي أنا ربنا خلقني في أحسن صورة، مهما كان مهما فيا أنا ربنا خلقني في أحسن صورة بس. وأعتقد دكتورة، أعتقد المقارنات برضو بتخلي الست ممكن بتبالغ بالبوتوكس وبتعمل حاجات أوفر دوز بتبوظ شكل وجهها. فالمقارنات هي دي بتقارن بمين؟ يعني المقارنة دي بمين؟ يعني المشكلة ان هم بيقارنوا مقارنة غير عادلة. ليه؟ لان اولا الممثلة اللي بتمثل وهي بتتصور، هي متصورة بكاميرا بروفيشنال جدا، مش حاطة اي عيوب في البشرة، بالاضافة انها عاملة حاجات. فتخيل بقى حد عامل حاجات ومتصور بحاجة فلتر دي، يعني مطلعة البشرة صافية جميلة. فانتي بتقارني مقارنة غير عادلة. ولا بتقارني ببلوجر اوريدي ليل نهار بتصور بفلتر، فانتي بتقارني بمين؟ لو بتقارني نفسك بنفسك، يعني انتي من 5 سنين كان شكلك افضل من دلوقتي او العكس، انا معاكي نقارن زي الفل. لكن بتقارني بحد انتي مش عارفة اصلا هو متصور ازاي ولا باي كاميرا ولا بفلتر عامل ازاي، يبقى انتي كده بتظلمي نفسك قبل ما بتظلمي اي حد.
كلام صحيح دكتورة، وشكرا للمعلومات الذهبية بصراحة. وأكيد طبعا كل ست طالما وصلت لهذه الدقيقة أكيد طبعا استفادت الكثير والكثير. اللي عليها تسويه الخطوة الجاية متابعة حساباتها في صندوق الوصف وأول تعليق، ويعطيكم الف عافية.